مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من كلام جريء. كلنا يمكن حافظين المقولة الشهيرة لهيرودوت إنه مصر هبة النيل، وكمان حافظين كل الأغاني اللي تغنى بها عظماء الغناء العربي عن النيل وروعته وجماله. لكن بعد كل الأغاني دي، هل ممكن حد يتخيل وكل الحب لهذا النهر العظيم، هل ممكن حد يتخيل إنه مصر تتعرض لأزمة مائية؟ مشكلة بين مصر ودول حوض النيل عن حصة مصر في كم المياه. كل ده هنعرفه أكتر ونتكلم عنه بالتفصيل أكتر مع ضيفنا النهاردة، لأنه مشكلة حقيقية ولازم إيجاد حلول سريعة وجذرية ليها. لكن في البداية خليني أرحب بزميلي وليد. أهلا بيك يا وليد. أهلا بيك يا سارة، مبسوط جدا أن أكون معاك النهاردة. وزي ما قلتي، مشكلة المية مشكلة مصير، مشكلة حياة أو موت، والمية دي أكبر ثروة ربنا حبانا بيها، وهي طبعا مقوم من مقومات الحياه التي لا يمكن الاستغناء عنها. أكيد. بيقال دايما يا ساره كمان ان الحروب اللي جايه مش هتبقى حروب على الثروات ولا حروب على الاراضي، هتبقى حروب مائيه. ربنا يستر. مشاهدينا، هنناقش الموضوع ده بشكل اكبر جديه في حلقتنا النهارده، اللي مشرفنا فيها الاستاذ الدكتور احمد رفعت، استاذ القانون الدولي ورئيس جامعه بني سويف السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. مشاهدينا فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم مشكلة مياه النيل مع ضيفنا الكريم. مشاهدينا، رجعنا لكم مرة تانية علشان نبدأ كلامنا وحلقتنا عن أزمة مياه النيل. دكتور، بنرحب بحضرتك في البداية. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، في البداية عايزين نعرف كده ملخص وإجمالي مشكلة هذه الأزمة، كيف حدثت؟ الأول اسمحي لي إن أنا أعلق على المقدمة بتاعت حضرتك اللي قلت فيها إن مصر هبة النيل. الحقيقة إنه الكلام ده كلام معروف ومشهور قوي، وهيرودوت فعلا قال إن مصر هبة النيل. لكن لو نبص للوضع المائي او وضع نهر النيل منذ آلاف السنوات، هذا النهر بينساب من بحيرة فيكتوريا في اوغندا، وايضا من هضبة الحبشة في اثيوبيا. لكن النهر ده برغم وجوده في 10 دول من الدول اللي بتقع في حوض النيل، الا انه ولا دولة من دي عملت اي حضارة او حققت اي تقدم على ضفاف النيل. مصر بس هي اللي عملت الحضارة اللي احنا كلنا العالم كله يتحدث عنها، اللي هي الحضارة الفرعونية. وبالتالي فمقولة هيرودوت ان مصر هبة النيل يعني عايزة تصحيح. في النهارده كلام جديد بيقول ان مصر هي هبة المصريين، لأن المصريين هم اللي استغلوا وجود هذا النهر وعملوا حضارة عظيمة على ضفاف النهر. فيعني في دلوقتي حديث عن تصحيحات هذه المقولة، انه مش مصر هبة النيل، لأن النيل لوحده ما يعملش حاجة، ما يعملش حضارة. بينساب في 10 دول، ومع ذلك ما فيش حضارة إلا في مصر. اللي عمل الحضارة دي هم المصريين، وبالتالي مصر هي هبة المصريين. أنا بعتذر يعني، لكن لا خالص. يعني ده كلام الحقيقة احنا لما بنسمعه بنسمع التصحيح بتاع مقولة هيرودوت نشعر بالفخر، لانه ابناء مصر هم اللي عملوا هذه ده كلام اضافه طبعا كبيره يا دكتور. بس برضو عايز اعرف من حضرتك اكتر عن الازمه وبدايه الازمه، كيف هو الحقيقه انه نهر النيل بينساب عبر 9 دول، وفي دوله 10 اللي هي اريتريا يعني داخله في الموضوع بصفه مراقب يعني. لكن نقدر نقول ان في 9 دول اللي هي واقعه في حوض نهر النيل. النهر بينساب من عشرات الالاف من السنين، وليس هناك اي مشاكل، لانه النهر الامطار بتهطل على هضبة على بحيرة فيكتوريا، وبتهطل ايضا امطار غزيرة على هضبة الحبشة، والمياه بتنساب وبتدخل في المجرى المائي اللي بيصل من اثيوبيا الى السودان ثم الى مصر، او من الدول الاخرى اوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي وهذه الدول، والحقيقه برضه بيدخل في المجرى الرئيسي. انا عايز بس افرق بين يعني الامطار بتهطل على هذه الدول كلها، لكن في حاجه اسمها حوض النيل، فبيهطل على هذه الدول حوالي 150 مليار متر مكعب من المياه. اللي بيدخل في حوض
النهر 88 مليار متر مكعب. اذا في عندنا الفرق بين ال 88 وال 150 عندنا يعني كميه مائيه كبيره، دي لا يستفاد منها. دي بتنزل بقى على البحيرات، البرك والمستنقعات، بتتبخر يعني في انحاء كثيره، يعني البخر اللي بيحصل من سخونه الجو. فاحنا من 150 مليار بنستفيد ب 88. ال 88 دول بيدخلوا في المجرى الرئيسي للنهر وبينسابوا من المنابع الى المصب اللي هو موجود في مصر. السودان ومصر بيعتبرها دولة مصب، بس في دولة مصب اللي هي مصر، والدولة اللي هي ما قبل المصب اللي هي السودان. ما كانش فيها اي مشاكل. مصر ساعدت الدول الافريقية من تاريخ ثورة 23 يوليو، ونحن نساعد حركات التحرر الوطني. الرئيس جمال عبد الناصر عمل كثير من اجل افريقيا، وكان هناك يعني ظروفنا وعلاقتنا بالقاره الافريقيه كانت علاقات متينه جدا. لكن حصل مع الوقت تغيرات في الحكومات، يعني التحرر اللي حصل على ايدي مجموعه من المناضلين في دوله من الدول. بعد كده عندما استقر الحكم تغيرت موازين القوى، الانظمه تغيرت والقوانين تغيرت. هنا بدا نوع من انواع التدخل بقى الخارجي، لانه مصر كانت هي السبب في تحرر كل القاره الافريقيه، وكان هناك علاقات متينه بيننا وبين دول حوض النيل التسعه، وايضا بين كل الدول الافريقيه الاخرى. بدا بعض التدخل السياسي لدى هذه الدول بانقلابات هنا وهناك او بتغيير في السياسات، فبدات نداءات ان احنا المياه دي مياهنا، وان احنا عايزين ناخد اعاده توزيع حقنا ونعيد توزيع هذه المياه. طبعا الكلام ده كله كلام لا يجوز وفقا لقواعد القانون الدولي. انا افهم انه التوزيع ممكن يتم في الثروات البتروليه، لانه البترول بيبقى موجود في باطن الارض. وعشان استخرجه ببذل جهد كبير، وبالتالي فما يقع في اقليمي يبقى ده يخصني، حتى لو كان في مساحات ابار بترول يعني موجوده في اكثر من دوله، يعني 3 4 دول وحدودهم مشتركه، وفي يعني بير بترول بيشاركوا فيه، فبيبقى التقسيم على حسب مساحه هذا البير في كل حدود دوله من الدول. اما مقوله انه المياه دي مياهنا، لان دول المنبع تقول ان المياه دي مياهنا، فده كلام غير دقيق وغير صحيح من وجهه نظر القانون الدولي والممارسه الدوليه والعرف الدولي، لانه الموارد الطبيعيه اللي زي الهواء والمياه دي كلها بتبقى موارد مشتركه، خصوصا اذا كانت بتنساب عبر اكثر من دوله. دكتور اسمح لي حضرتك، يعني خلينا نتكلم كلام جريء كده زي ما احنا في برنامجنا اسمه كلام جريء. ايوه. من المعروف انه الدوائر يعني السياسه الخارجيه في مصر طوال فتراتها المعاصره حتى على الاقل كانت معروفه، المنطقه العربيه، المنطقه الشرق المتوسطيه، وبالتاكيد كانت المنطقه الافريقيه بتشغل حيز كبير جدا في ذهن القياده السياسيه. هل حضرتك مع الراي القايل انه مكانه افريقيا في اجنده السياسه الخارجيه المصريه تاخرت وتراجعت؟ ولا العوامل الثانيه؟ نعم ولا. بس يعني هي تاخرت ولكن لاسباب. بمعنى ايه؟ انه احنا من الستينات انشغلنا بنكسة 67 كويس، فما بقاش عندنا القدره ان احنا نوجه جهودنا اللي هي الداعمه للدول الافريقيه كما كان من قبل. بقى عندنا مشكله اللي هي احتلال سيناء والاراضي العربيه الاخرى في الضفه طيب بعد كده جالنا يعني كان في حرب الاستنزاف، ثم بعد ذلك حرب 73، ثم بدأنا في إعادة بناء الدولة. كل هذه الأمور يعني أثرت على علاقتنا بسبب أنه كنا مشغولين بالشأن الداخلي بشكل كبير. وبالتالي نحن لم نقصر مع أفريقيا، لأن احنا في عندنا صندوق في وزارة الخارجية لدعم الدول الأفريقية. هذا الصندوق
في مبالغ ضخمه من الاموال، بنبعت بعثات لافريقيا، بنبعت لهم مدرسين، بنبعت لهم دعاة، بنبعت لهم اطباء. فدعم افريقيا بالنسبه لنا ده شيء اساسي موجود ومستمر، وخصوصا دول حوض النيل. لكن المساله كلها انك انت لا تستطيع ان تقوم بالدعم بنفس الزخم وطول الوقت، لان انت عندك اولويات هي دي اللي خلت ان احنا يعني الامور بالنسبه لنا تبقى يعني اهدى شويه. ولكن علاقاتنا بافريقيا ما زالت يعني علاقات متميزه. بيحصل بعض المشاكل، العالم متغير، تحالفات بتتغير، ما كان موجود في الستينات هو ليس موجودا الان تأكيد. وبالتالي ففي تدخلات كثيره. انهيار الاتحاد السوفيتي ده ليه اثر كبير على شكل التحالفات الموجوده في افريقيا. طبعا قطب واحد غير قطبين بالتاكيد. وبالتالي يعني انا اقدر اقول انه نعم تاخرت علاقاتنا، لكن لم تتاخر عن عمد او عن قصد، ولكن بسبب الظروف. هل يا دكتور يعني حضرتك ذكرت في وسط الكلام او في بدايه الكلام انه السياسات تغيرت في دول افريقيا وحصل بعض الانقلابات، هل التشكيلات الجديده دي ساهمت برضو انه ما يكونش في اتفاقيه او صعب الوصول لاتفاق بين مصر وهذه الدول؟ لا شوفي حضرتك، هل في صعوبه في التفاوض معاهم؟ لا اقول لحضرتك، احنا عندنا 7 اتفاقيات اساسيه لمياه النيل. هذه الاتفاقيات تم ابرامها في عهد الاستعمار. بمعنى انه بريطانيا وفرنسا وانجلترا وايطاليا كانوا بيلعبوا ادوار رئيسيه في القاره الافريقيه، وبالتالي ابرموا العديد من الاتفاقيات مش بس لدول حوض النيل ولكن لدول اخرى. لكن لما نيجي لدول حوض النيل فكانت هناك اتفاقيات بتبرم لتعيين الحدود بين مصر والسودان، وتعيين الحدود بين اثيوبيا والسودان. هذه الاتفاقيات كانت بتعين حدود وبتنشئ ترتيبات اقليميه ضروريه ومهمه، لانه في مجرى مائي بينساب من دوله لاخرى، فهي اتفاقيه حدود بالدرجه الاولى. ولكن هذه الاتفاقيه الحدوديه بتشمل ترتيبات اقليميه لحسم موضوع مهم متحرك بين الدولتين اللي هو المياه. هذه الاتفاقيات وضعت مبادئ كثيرة، من أهمها أنه بتعين الحصص المائية للدول دي. نمرة 2 أنها بتلزم هذه الدول أنها لا تقيم أي مشروعات أو سدود أو أي مشروعات مائية إلا بالاتفاق مع تعرقل انسياب المياه إلى الدولة الأخرى أو تؤثر على كمية المياه التي تصل من هذه الدولة إلى الدولة الأخرى. التغيرات اللي حصلت في العلاقات اللي احنا كنا بنتكلم عليها ادت الى انه بعض هذه الدول قالت ان احنا عايزين نلغي هذه الاتفاقيات لانها اتفاقيات غير عادله وتمت اثناء الاستعمار. الكلام ده طبعا يعني في ظاهره الرحمه وفي باطنه العذاب. كويس؟ لانه هناك اتفاق بين جميع الدول الأفريقية بأنه لا يتم المساس باتفاقيات الحدود التي أبرمت في وقت الاستعمار. الكلام ده جاء منين؟ جاء انه كان في استعمار اسباني موجود في القارة أمريكا اللاتينية. فأمريكا اللاتينية كانت محتلة من اسبانيا. لما جت استقلت أمريكا اللاتينية عن اسبانيا يعني كان هناك مبدأ مهم جدا اتبعوه، وهو مبدأ اسمه باللاتيني اوتي بوسيديدس. الاوتي بوسيديدس ده ايه معناه؟ يعني من حاز شيء فلتستمر حيازته يعني بعد ذلك. يعني اللي يحوز حاجه تستمر حيازته لهذا الشيء بشكل مستمر. اللي يقدر على الحاجه ياخدها. لا يبقى الامر على ما هو عليه. لازم يكون في حيازه. كويس؟ طيب معنى هذا الكلام ايه؟ انه ما نلعبش في الحدود اللي اترسمت بمعرفة المستعمر الأسباني. ليه؟ لأن لقوا إنه أي محاولة لتعديل هذه الحدود هيؤثر تأثير كبير جدا في علاقات هذه الدول، وهتبدأ الصراعات ولن تنتهي. كويس؟ فمن الأفضل لاستقرار هذه القارة بعد الاستعمار الطويل لها من جانب أسبانيا أن تظل الحدود كما هي.
وانه ما دام كل دوله من الدول امريكا اللاتينيه قد حازت هذا الجزء وتم تعيينه بواسطه اتفاقيات، فليتظل على حيازتها ولا يتم التعديل. بالنسبه لافريقيا طيب؟ ده بالنسبه لافريقيا بقى، لما افريقيا تحررت بعد ذلك في الستينات، كان في مؤتمر القمه الافريقيه اللي انعقد في مصر سنه 64 بزعامه الرئيس جمال عبد الناصر. في هذا المؤتمر اقروا نفس المبدا، انه لا مساس بالحدود الافريقيه. طبعا المستعمر كان ممكن يجي يعمل خط حدود بين دولتين، وخط الحدود ده يبقى فيه قبيله نصها يجي في الجانب الشرقي ونصها في الجانب الغربي. وده على فكره كتير يا دكتور حصل في القاره الافريقيه وفي تقسيمات الدول كمان، يعني لم يراعي الابعاد الانسانيه والابعاد الاجتماعيه الموجوده. بالظبط، وكان هذا مقصود. ولكن لو بدات في النزاع بين القبائل او النزاع بين الدول المختلفه هيحصل مشكله كبيره وهندخل في صراعات لن تنتهي. طيب احنا بنستند للمبدا اوتيبوسيتيدس بتاع امريكا اللاتينيه، وبنستند الى قرار منظمه الوحده الافريقيه، والحقيقه انه القانون الدولي بيقر هذه المبادئ. كويس؟ طب هنيجي نغير الاتفاقيات دي ليه؟ اذا كانت الاتفاقيات دي بتحقق لنا مصالح. دكتور اسمح لي نتكلم اكتر عن القانون الدولي ومدى تأييده لينا، لكن بعد فاصل. مشاهدينا خليكم معنا، هنطلع بفاصل ونرجع نكمل كلام. مشاهدينا لسه مكملين كلامنا عن مياه النيل وأزمة النيل. دكتور، وقفنا عند الاتفاقيات الدولية. أيوة. ومدى تأييد القانون الدولي لمصر ودول المصب، عايزين نعرف أكتر عنه. أنا هديكم مثل بسيط جدا. احنا لما جينا في النزاع اللي كان بيننا وبين إسرائيل على طابة، فاحنا دخلنا التحكيم الدولي. واحنا بندخل التحكيم الدولي قلنا للمحكمة، لأنه دي قواعد التحكيم، إنك أنت بتوجه سؤال للمحكمة بيتفق عليه الطرفين، والمحكمة تحل هذا السؤال أو تجاوب عليه. فقلنا إن إحنا المحكمة مطلوب منها إنها تعين خط الحدود بين مصر وفلسطين تحت الانتداب. خط الحدود اللي بين مصر وفلسطين تحت الانتداب هو خط الحدود الذي رسمته لجنة بريطانية عندما كانت بريطانيا بتحكم مصر وشام، منطقة فلسطين وشام، وكانت هذه المنطقة تحت الانتداب. وبالتالي احنا ما قلناش احنا عايزين نرسم خط جديد، قلنا ان احنا عايزين نعرف فين الخط اللي رسمته بريطانيا، هو ده خط الحدود بتاعتنا مع اسرائيل. بتعيين هذا الخط اللي المحكمة عملته وقعت العلامة 91 اللي هي طابة داخل الحدود المصرية، لانه الخط كان بيخلي منطقة طابة داخل الحدود المصرية. اذا نحن احتكمنا الى الخطوط او الى الاتفاقيات التي ابرمت وقت الاستعمار، وده اللي ماشي عليه القانون الدولي يعني. فالنهارده عندنا مجموعة من الاتفاقيات. الدول الافريقية بتقول ان انتوا بتاخدوا المية بتاعتنا. لا، ما بناخدش المية بتاعتنا. دكتور، طب خلينا نتكلم كده بشكل يعني في نوع من الموضوعيه ونوع من المصداقيه. ايوه. لا يخفى على حضرتك انه الامور تمت في ظروف مختلفه وفي اوضاع مختلفه، كنا عدد سكان قليل وكانوا هم كمان يعني متطورات ومتطلبات التنميه عندهم كانت اقل. فبالتالي كان احتياجاتهم للميه اقل. لما ابتدت الطفره الاقتصاديه تحصل او يكتشفوا ثروات وعايزين يخدموا اقتصادهم ويخدموا عليه، اكيد احتياجاتهم للثروات الطبيعيه هتزيد. ايوه. هل حصتنا في مياه النيل يعني تجور على حصة الشركاء الأفارقة في هذه المياه؟ احنا بناخد من مياه النيل 55 مليار متر مكعب. كويس؟ تمام. كويس. احنا كنا بناخد قبل ابرام اتفاقية 59 بناخد 48 مليار متر مكعب. فزادت الحصة من 48 ل 55، ده سنة 59 عندما كانت مصر 20 مليون. النهارده مصر داخله في 80 او اكثر،
ونحن لا نطالب بذات الحصه. كويس. فاذا كنا ارتضينا ان يكون لنا حصه 55 مليار واحنا في سنه 59 عندما كانت مصر في حدود ال 25 مليون او 20 مليون، ونحن الان 85 مليون ولا نطالب بتغيير الحصه، يبقى الدول الافريقيه هتيجي تقول نجتزئ من هذه الحصه او نخفضها، كلام غير منطقي. ده نمره واحد. نمره اتنين، طيب انا عندي 150 مليار متر مكعب بيتهطل على الدول التسعه، بيضيع منهم الفرق بين 88 و 150 تقريبا يعني الضعف، تقريبا نص، تقريبا نص. كويس. الله، طب ما تعمل مشروعات تقلل بيها الفائد، تدخل بيها النص ده اللي هو ال 75 مليار متر مكعب اللي هو تعتبر مياه مفقوده، دخلها عندك واستفيد منها. او اعمل مشروعات تدخل ال 75 مليار دول في حوض النيل. يعني قصدي ليه عايز تعمل مشروعات توقف المياه التي تنساب الى مجراها الطبيعي وتوصل الى مصر؟ يعني شيء مش منطقي. ده نمره واحد. نمره اتنين، نورت المحكمه يا دكتور. يعني اذا كان هناك نيه ليه انك انت تزود حصتك في الميه، ما تزودها من الفائد، واحنا مستعدين نساعدك، مستعدين نديك خبره فنيه ودعم مادي. لكن ما ينفعش انه مصر التي تعتمد بشكل مباشر على الزراعه، مش على الزراعه الزراعه اللي هي بالري، مش على الامطار، انها حصتها تتخفض في الوقت اللي زاد فيه عدد السكان. كل ده الطبيعه صعب التحكم فيه، صعب جدا التحكم فيه. دكتور، فيما يخص مصر، الى اين تتحرك القافله؟ يعني كان نصيب الفرد 700 متر مربع مكعب اسفه، الان اصبح 500. فالى اين تتحرك القافله؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ دلوقتي التحرك يعني الحقيقه، يعني في ناس كتير كانت بتقول انه اي يعني حجز للمياه سيؤدي للحرب. كويس. طبعا مصر مش ممكن انها تحارب جيرانها. اولا دي الدول الافريقيه دول يعني دول صديقه ودول شقيقه، وبالتالي يعني هناك خطه سياسيه واقتصاديه للتعاون مع دول افريقيا، مساعدتها ودعمها لكي تقيم مشروعات تزيد من حصه هذه الدول المائيه. ده نمره واحد. نمره اتنين، انه ما اعتقدش انه في ظل هذه الظروف فحصتنا المائيه هتزيد، فعلى الاقل ان حصتنا المائيه هتفضل كما هي كما هي. وبالتالي ضروري ان احنا نتجه نحو عمليه تدوير المياه. يعني الميه تستخدم اكثر من مره، ولذلك بنلاقي انه ترشيد الاستهلاك كمان يا دكتور ترشيد الاستهلاك وعمليات التدوير. التدوير زي التدوير المقصود بيه ايه بقى بالظبط؟ يعني الميه بتستخدم في مصارف، باخد الميه دي واعالجها واستخدمها مره اخرى. يعني قصدي ان انا الميه دي ما تترميش، يعني يعاد استخدامها اكتر. صحيح بتقل كل مره، لكن على الاقل بقدر استخدمها مرتين وثلاثه. ده نمره واحد. نمره اتنين، ان انا استخدم عمليه الري بالتنقيط، ودي ممكن توفر كميه كبيره من المياه. عندنا مخزون هائل من المياه الجوفيه في الصحراء الغربيه حقيقي، فلازم نبتدي نعمل مشروعات تعتمد على هذا المخزون. يعني زمان كان في حاجه اسمه الري بالغمر، ده النهارده ما نقدرش نعمله خالص، لكن لازم نستخدم المياه الجوفيه. اسمح لي يا دكتور قبل ما نسيب النيل ونختم حلقتنا، اسال حضرتك سؤال كده مستقبلي. في يناير اللي جاي ان شاء الله احنا يعني مقبلين على كارثه بالنسبه للوطن العربي، انفصال الجنوب بشكل شبه مؤكد عن شمال السودان. هيبقى عندنا 2 سودان. راي حضرتك وتقديرك لموضوع حصه الميه، انه الدوله هتبقى دوله واحده، هتبقى دولتين، جنوب سودان وشمال سودان، تاثير الكلام ده على الحصص الموجوده لكل الدول؟ والله انا يعني شايف، انا بعتقد يعني ان مصر علاقاتها قويه جدا بالطرفين. علاقتها كويسه قوي بالسودان، وعلاقتها ايضا بالجنوب. ولو تلاحظوا ان الرئيس مبارك كان وجه بضروره انشاء جامعه في جنوب السودان في جوبا ووجه جامعه اسكندريه انها هي التي تنشئ الجامعه، زي ما كان عندنا فرع لجامعه القاهره في الخرطوم، بقى عندنا دلوقتي فرع لجامعه الاسكندريه في جوبا. وده معناه ايه؟
انه احنا مش ضد الجنوب، حتى لو انفصل فنحن ايضا معه، وبالتالي علاقتنا متوازنه. وكل ده طبعا بيتم لانه في امور لازم يتم حسمها مع الدول اللي هي دول الحوض النيل. يعني بدل ما عندنا دلوقتي 9 دول ودوله اريتريا دوله مراقبه، عندنا هيبقى عندنا مثلا لو استقل الجنوب 10 دول، لابد ان تكون علاقتنا متوازنه مع كل هذه الدول، لان هي جميل. بالظبط. دكتور، وجود حضرتك والله يعني طمئنا، والدبلوماسيه الهادئه اللي حضرتك مثلتها ان شاء الله تؤتي ثمارها قريبا، وما يحصلش اي خساره من اي نوع، لا على مستوى الثروه المائيه ولا على مستوى كمان الثروه الصداقتيه او العلاقاتيه مع الدول الافريقيه. وجود حضرتك النهارده يا دكتور اسعدنا جدا. شكرا. بشكرك يا ساره على وجودك معايا في الحلقه. بشكرك يا وليد. شكرا. مشاهدينا، كانت حلقه غنيه جدا استضفنا فيها الاستاذ الدكتور احمد رفعت، استاذ القانون الدولي ورئيس جامعه بني سويف السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، واتكلمنا فيها عن مشكله مصيريه وحيويه، مشكله مياه النيل واعاده توزيعها. بنشكركم مشاهدينا على المتابعه، واستنونا دايما وحلقات جديده وكلام جريء على شاشه المصريه.